نلعب لعبه حلوه؟ يلا نلعب السبوره. فاكر السبوره؟ ياه. السبوره نعم ولا بس في ايدي. من 9 سنين دي ايوه. كانت صعبه عليا، يا رب تكون سهله المره دي. الميزه ان الاسئله عندي، واخد بالك ازاي؟ فالسؤال انت مش عايزه الجمهور مش هيشوفه، واخد بالك؟ فانا هقوم باصص ضارب بعيني اللي كده، هقوم معديه. لا ماشي؟ ما عنديش مشكله عادي. والله؟ ما عنديش مشكله. طب خد السؤال الاولاني. اضرب. لا ده سهل ده. كابتن محمود الخطيب هو من قاد مفاوضات عودتي للاهلي. صح. نعم ولا نعم. هي انا عندك نعم نعم ولا؟ نعم. نعم ولا؟ مش نعم وصح. معلش ما بسهرش والله. اسهرنا حقك عليا، حقك عليا والله، حقك عليا يا تريزيجيه. طيب خد اللي جايه دي. انشيلوتي طلب ضمي عندما كان مدربا لايفرتون في الدوري الانجليزي. نعم. ايه اللي مرتين، هو في ايفرتون وهو في نابولي. ما جاتش بقى وهو في مدريد؟ ما هو قبل ما يروح مدريد كان ماسك ايفرتون. كان ماسك ايفرتون بس جالي الاصابه جالي الاصابه قبل. ما كنتش محظوظ انت في الحته جات دي. لي في اخر شهر 4، يعني انا كنت اخلص الموسم خلاص في نص 5 واروح ايفرتون، خلاص كانوا بيخلصوا مع النادي كل حاجه. صحيح. جات لي الاصابه ديت وانا في قاسم باشا. كان عايزني في نابولي. بس اداره نابولي قالت له مش هينفع نجيب لعيب بيلعب في فرقه صغيره، هنقول للجمهور وكده، خليه يروح فرقه كبيره وبعد كده نجيبه. فهو اما راح ايفرتون لاني بلعب قدامه وكده وشافني وكده، بعد الماتش على طول اتواصل مع الايجنت بتاعي، الايجنت بتاعه اتواصل مع الايجنت بتاعي وتواصلوا مع النادي وكانوا بيخلصوا كل حاجه، بس يعني قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. ما حزنتش؟ طبعا احلامك بتروح. انا في احلام، انا شفت احلام كتير قدامي بتروح، بس هفضل احاول لحد ما اوصل اللي انا عايزه. طب عايز اسالك سؤال، في وقت من الاوقات كان نفسك تلعب في ريال مدريد ولا تلعب في برشلونه؟ ريال مدريد طبعا. مدريدي. هو فريق عظيم، ما قلتش حاجه. انت برشلونه. يعني بس يعني ما اقدرش اقول مشكله يعني. لا ده مدريد يعني احنا انا قاعد معاك بقول حاجات يعني أيوة بالظبط. يعني لكنه في الاول وفي الاخر ده فريق كبير، وانا سلام لو كنا نشوف تريزيجيه في مدريد والله العظيم كنت اشجعه عشان خاطر. الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك. لاعبو الاهلي تعهدوا بالفوز ببطوله السوبر لمصالحه الجماهير، نعم ام لا؟ قلنا البطوله دي على شرفنا. على شرفكم. الزمالك هو المنافس للاهلي على لقب الدوري العام، نعم ام لا؟ طبعا الزمالك طبعا فريق كبير ومنافس للاهلي في كل الاوقات. السؤال ده احنا سالناه بس عشان ده نعم ولا؟ تمام. كثره النجوم تسببت في ازمات داخل اوضه اللبس في الاهلي، نعم ام لا؟ احنا مش نجوم، احنا كلنا تحت امر النادي الاهلي، مفيش نجوم، مفيش في النادي الاهلي نجم. في ازمات؟ مستحيل طبعا. عجبني الرد بتاعك. الاصابات هي من حرمتني من الاستمرار في الدوري الانجليزي، نعم ام لا؟ نعم. مش اصابات، هي اصابه واحده. اصابه واحده هي دي. الناس حاطيني في خانه الاصابات. انا جات لي اصابتين كبار بس في حياتي، كتفي اتخلع وانا في اندرلخت اول ما سافرت احترفت على طول، والصليبي بس بعد كده بقى بيجي لك بقى شد مش عارف حاجات هبله يعني. رفضت عروض خارجيه بضعف ما اعتقداه ماليا في الوقت الحالي من اجل الاهلي؟ نعم. عروض خارجيه وعروض اوروبيه ولا كانت خارجيه فقط لا غير؟ خارجيه وتركيه. بس مبالغ اكبر بكتير يعني. تورو بيتفوق على ريبيرو، نعم ام لا؟ نعم، بس الراجل ما كانش موفق. انا مش عايز اخفق يعني اقول اي حاجه عليه. الراجل ما كانش موفق، بس انا معاك. نعم. منتخب مصر يستطيع تكرار انجاز المغرب في كاس العالم 26؟ نقدر نعمل حاجه في كاس العالم غير؟ ان شاء الله نقدر. ان شاء الله نقدر بالايمان والثقه، ان شاء الله نقدر. نفسي لما نروح كاس العالم يعني ما نعملش تمثيل المشرف ده. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله والله باذن الله. المره دي اللعيبه اللي موجوده كلها ان شاء الله هنتعهد باذن الله ان احنا نعمل حاجه كبيره. توقعت التسجيل في مباراة القمة وأخبرت بعض زملائي بذلك ليلة المباراة؟ نعم. بجد؟ قلت لمين؟ قلت لكذا حد. كنت قايل لزمايلي كلهم وقايل لهم هجيب ضربة جزاء. والله؟ والله. انت قلبك قاعد يا أخي. قلت لهم هجيب ضربة جزاء وقايل لهم صبحي بيقف فين وبيعمل إيه عشان كده قلت لي امبارح أنا عارف هجيبها جول. بقول لك أنا حاطط السيناريو، حاطط السيناريو قدامي من قبل الماتش أصلا. برافو عليك، مذاكر يعني. برافو عليك، مذاكر حاجة. أتمنى تولي علي ماهر تدريب الأهلي يوما ما، نعم أم لا؟ نعم. نعم. عشان هو يستاهل، هو مدرب كبير، مش عشان أنا شخصيا. أنا ما طلع الشخصية اللي هو إن هو أيوة ساعدني في مشواري، إن هو راجل أداؤه واللي بيعمله مع الفرق كلها يعني يستاهل الواحد يقول عليه كده يعني. بص السؤال ده عشان ده سؤال فيه فخ. نجوميتي تتفوق على نجومية زيزو وإمام عاشور، نعم أم لا؟ لا. أنا شايف نفسي مش نجم، أنا لعيب عادي.
هم نجوم كبار، واحنا زي ما بقول لك النادي الاهلي كله احنا لعيبه واحده، بس هم لعيبه كبيره. انا بالنسبه لي انا مش شايف نفسي، انا عمري ما شفت نفسي نجم، ما قلتش نفسي كبير على حد. ما شاء الله عليك يا تريزيجيه، ده اجابات نموذجيه يا ابني. والله بقول الحقيقه، والله مش انا ولا عارف بص يا ابراهيم، لازم تبقى فاهم. والله والله الحمد لله يا رب، رحم الله عرف رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الله ينور عليك. انا ما الحمد مش محتاج حاجه من حد، ولا محتاج اكبر في نفسي، ولا محتاج اقول على حد اي حاجه، ولا اقول على نفسي اي حاجه. انا بقول كل حاجه اللي على قلبي على لساني، ما بجملش حاجه. طيب هديلك اختيارات. اكتر لاعب تاثر الاهلي برحيله: وسام ابو علي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم. النادي الاهلي ما تاثرش بحد. افضل بطوله في مسيرتي مع الاهلي: دوري ابطال افريقيا 2012 يعني، دوري ابطال افريقيا 13، كاس الكونفدراليه 14. ممكن انا ممكن الكونفدراليه، عشان انا كنت جبت جون في النهائي اللي هو في الذهاب، وكابتن عماد متعب جاب الجون في الاياب، فممكن دي تكون فيها حته بالنسبه لي اكتر، عشان انا كنت مشارك في الجون يعني. مين اسوأ مدرب اتمرنت تحت قيادته في مسيرتك كلها؟ لا، كلمه صعبه قوي، بس انا طب مين اكتر؟ في ناس ظلمتني كتير. مين اكتر مدرب ظلمك؟ كتير ظلموني وانا والله؟ اقسم بالله يا ابراهيم، اقسم بالله انا شفت حاجات في الكوره، حاجات في الناشئين بالذات، اقسم بالله المدرب كان بيجي يقول لي انت ما ينفعش تلعب كوره، انت لا تصلح تلعب كوره. طب انت لما انت قلت كده وشفت اللعيب بيلعب في البريمير ليج، انت ايه شايف نفسك فين؟ انا كنت بروح يا ابراهيم معيط. قول لي بالله عليك، حد قال لك كده؟ قال لك انت ما ينفعش تلعب كوره؟ والله العظيم اتقال لي كده، انت لا تصلح تلعب كره قدم. كابتن علي ماهر اساله التصريح التقرير مكتوب فيا لا يصلح يلعب كره قدم. انت يعني من غير ما اعمل له حاجه، كل ده عشان انا جسمي صغير وبعمل مهارات. هو عايزني قوي وبضرب وهي وها والحاجات ديت، ما انا كنت جسمي صغير برقص وبدي كوبري واجيب جون شكله حلو وارقص الجون. قال لي الكلام ده كله ما ينفعش في الكوره، انت لا تصلح تلعب كره قدم. 4 سنين باخد شنطتي كل ماتش، فرقتي بتلعب داخلين معسكر وانا باخد شنطتي وبروح معيط. مش عارف اخش الاهلي اقول لهم ايه، اقول لهم انا جاي فرقتي هتلعب بكره، انا يقول لي انت ما بتتمرنش، انت ما بتعملش. اقول لهم والله انا ما اعرفش، اعيط صعب على نفسي. مش عايز تقول اسمه؟ لا هو ده 4 يعني واحد روقني جامد، بس اللي قبليه كلهم كان عندهم اعذار، انت لسه صغير، انت جسمك صغير. اللي جالي بقى وانا عندي 16 سنه يعني اللي هو كان بيقسمني نصين بقى، اللي هو انا خلاص هبطل، انت لا تصلح تلعب كوره، انت. قلت له انت انت عليك كان عملت لك حاجه في حياتك؟ قمت طالع القميص واتفضل، انا مش لاعب كوره تاني. قال لي امشي مش عايزك. قلت له حاضر. قال لك امشي مش عايزك؟ والله قال لي امشي. انا اول مره اعرف والله قال لي امشي، لم لبسك وامشي. زمايلي لا ما حكيتوش، زمايلي جم ورايا في الملعب اللي هم اللعيبه قالوا له يا كابتن ما ينفعش، قال لهم لا خلوه يمشي. ناس زمايلي كانوا كباتن فرقه طلعوا يجروا ورايا على الاوضه عشان ما اخدش. وانت عندك 16 سنه؟ وانا عندي 16 سنه كنت هتبطل كوره؟ خلاص خدت لبسي ومشيت خلاص، والنادي كلمني قال لي شكرا. لحد ما علي ماهر كلمني قال لي يا ابني انت تعالى انا عايز اشوفك. حضرت ورقي وخلاص رايح قطر، خلاص راح اتجنس خلاص. كان حد شافني والله كان حد شافني خلاص وراح اتجنس. قال لي لا تعالى انا عايز اشوفك. تشوف مين يا كابتن؟ انا النادي خلاص مشاني وماشي باهانه قدام زمايلي. قال لي تعالى جرب، ورحت. قال لي اقعد هتمضي مش ماشي. والله العظيم ده كل تغيير ده علي ماهر ده ربنا كبير، ربنا كبير، ربنا كبير. انا خلاص مصيري خلاص في حته ثانيه، يجي تتاخد كده خلاص تلاقي نفسك. انا بالظبط 16 سنه ونص كنت فارق قوي يعني، ما لحقتش العب في الناشئين اصلا. سبحان الله. من لا تصلح كره قدم، وبعيط كل ماتش. 4 سنين ما بلعبش بعيط كل ماتش مروح لتريزيجيه. سبحان الله. سبحان الله. لاعب بتتمنى انضمامه للاهلي: مصطفى محمد، ابراهيم عادل، او لاعب اخر؟ لعيبه كبيره كلهم معانا في المنتخب، ربنا يوفقهم. بس انا شايف ان يعني مش بلاش السؤال ده. انا لعيب كوره في الاخر، انا مش ماشي يعني انا لعيب كوره ما اقدرش اختار حد. شلتهولك. ماشي. افضل مدرب اتدربت تحت قيادته: حسام البدري، محمد يوسف، علي ماهر. مدرب مصري. الثلاثه طبعا. الثلاثه طبعا ضافوا لي كتير، كابتن محمد يوسف وكابتن حسام البدري وكابتن علي طبعا. مدرب كان يستحق فرصه اكبر مع منتخب مصر: فيتوريا اجيري، كارلوس كيروش.
ممكن فيتوريا، اجري، كيروش. اجنبي. ها كان يستحق فرصه افضل، فرصه اكبر. ممكن هقول فيتوريا مثلا. فيتوريا ماشي. انجاز بتتمنى تحقيقه خلال مسيرتك: كاس الامم الافريقيه، الوصول لابعد مدى في كاس العالم 26، تحقيق انجاز مع الاهلي في مونديال الانديه. ممكن السؤال تاني معلش؟ اقول لك سؤال تاني. انجاز بتتمنى تحقيقه خلال مسيرتك: بطوله افريقيه مع المنتخب، تفوز ببطوله افريقيه مع المنتخب، تعمل انجاز مع المنتخب في كاس العالم 26 اللي جاي، تحقق انجاز كبير مع الاهلي في المونديال. سلام، الثلاثه دولت لو جولي خلاص كده انا جبرت كده خلاص. طب والله ما انا مغير لك الاجابه. ربنا يا رب خدوا الفال من على الالسنه. ربنا يا رب يكرمك بالثلاثه ان شاء الله باذن الله. ما هو عشان ربنا يكرمنا معاك الثلاثه شرف. الاهلي في كاس العالم للانديه، منتخب مصر كاس عالم، كاس افريقيا. لا انت بتقول احلامي. صحيح ان شاء الله باذن الله تحققها ان شاء الله. سؤالي الاخير: ايه اللي نفسك تعمله على مستوى حياتك الشخصيه وعلى مستوى شغلك؟ وده اخر حاجه اختم معاك. طبعا انا عايز اشكر اهلي، اخواتي اللي دايما واقفين في ظهري، وبشكر مراتي اللي دايما سبورت ليا في كل حاجه ودايما بتدعمني، وبتمنى ان انا ولادي يبقوا فخورين بيا ويعرفوا ان ابوهم عمل كل حاجه ان هم يفتخروا بيه، وديت اهم حاجه عندي بالدين، ان انا في يوم من الايام ان انا ابني يكون فخور بيا ويعرف قد ايه ابوه تعب وعشان يعمل اسمه ويحافظ على اسمه. دي اللي انا